السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي سمايل ان شاء الله. النهارده هكلمكم عن الكونسيلر ده بتاع مايت سينما. الكونسيلر ده اتشهر قوي وانا جربته متاخر. انا بقالي دلوقتي شهر اهو مجرباه. انا جبت الدرجه اللي هي ده لونها ماشي. هو اللون البني ده فيه منه الوان كتير قوي، فالالوان الكتير ده كل لون بدرجه مختلفه، ملهوش علاقه بالدرجه اللي جوه. تمام. بس انا جربتهم كلهم ولقيت ان هي دي الدرجه اللي لايقه عليا. اولا هو ده الابليكيتور بتاعته، بصوا من جوه عامله كده، شايفين عامله ازاي كده. اولا دي ما بتخليه يعني ما بتاخدش كتير، ما بتاخدش كميه كبيره. تاني حاجه البوز بتاعها ده بيخليكي تقدري تحطي في يعني في الكورنر كده بتاع الاي كده، على الجنب كده، تحطي النقطه اللي انت عايزاها. او لو عايزه تسحبي بقى كميه كبيره فبتقومي جايبه كده وتسحبي كده. يعني الصراحة بيخلي الاستخدام سهل جدا. اولا الكفر بتاعه هو من متوسط لعالي، يعني هو متوسط لعالي، مش عالي ومش خفيف. طيب انا اقدر ان انا اخليه يبقى خفيف لو انا حطيت كمية صغيرة كده ووزعتها اهو. كمية صغيرة زي دي كترتها شوية اهو، تتوزع الكفر يبقى ايه اكتر شوية اهو. اولا الدرجه بتاعته تحفه تحفه جدا جدا. تاني حاجه ان هو ما بيخططش. التخطيط بتاع الفاونديشنات اللي تحسي ان انت حاطه جير، بصوا مفيش حاجه، فاهمين؟ شايفين الوضع عامل ازاي؟ تحسي ان مفيش تغييره حصلت. في كونسيلر تاني كده تلاقي الكفر بتاعه عالي قوي، تحسي انت حاطه بويه على وشك. لا لا لا، ده رطبي حلو تحتيه واستخدميه في تحت العينين، بيخبي الهالات جدا. انا اصلا ما بستخدموش غير تحت كده عينيا، ولو طلعت لي حبايه بس ما بستخدمش اكتر من كده. بصوا لما كترت الكميه شويه ووزعتها في نفس المكان بقى الكفر اعلى سنه. شايفين؟ الصراحه تحفه. انا عايزاكم يعني ايوه كده ممكن يبقى اوضح شويه، تحسي ان انت مش حاطه بويه على وشك. لا انا مش حاطه بويه، بس الدنيا بقت كلها لون واحد. جميل 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 جميل، ومن اكتر الكونسيلر اللي انا اقتنعت بيها. مش اي فاونديشن او كونسيلر يعجبني عشان انا ما بحبش الحاجه اللي تبان ان انا حاطه كده والدنيا ملعوصه كده. لا تحفه وجميل قوي، ورطبي بس عينيكي تحتيه وبيفضل معايا ثابت اكتر من 8 ساعات. ما بيتعتعش من مكانه، ما بيعملش خطوط رخمه. لو انا مرطبه حلو تحت عينيا ما بيعملش اي خطوط رخمه خالص. جميل جميل فعلا. كنت جايباه ب 60 جنيه، واعتقد ممكن برضو تلاقوا اماكن بيبيعوه ارخص من كده شويه، اغلى من كده شويه، بس انا كنت جايباه ب 60 جنيه. انا شهر كامل ولسه ما استخدمتش حاجه منه اصلا، يعني عشان انا برضو استخدامي ليه مش كميه كبيره. ده كان ريفيو النهارده، يا رب يعجبكم. اللي جربوه برضو يقول لنا رايه فيه ايه. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايكات وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وترشحوا لي منتجات تانية اعمل لكم عنها ريفيو. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.